أنا اسمي محمود، شاب في العشرينات وجسمي رياضي جدا. بشتغل في جيم، والحقيقة إن دي الشغلانة الوحيدة اللي أنا حسيت إن أنا مرتاح فيها، وإن أنا فعلا أقدر أشتغلها. الصراحة دي الحاجة الوحيدة اللي أنا حبيتها في حياتي كلها. وطبعا كان مسبب لي خلافات كبيرة جدا بيني وبين أبويا، وده بسبب إن أبويا شايف إن الشغل ده ما يأكلش عيش، وإن أنا بصرف كتير جدا على جسمي وشكلي وأكلي وهيئتي وفيتامينات، ومحافظ على حاجات كتير جدا لازم أعملها. وطبعا أي حد في جيم عارف الكلام ده كويس. باكل أكل معين ولازم طبعا أفضل على كده، وعلشان كده كنت كل يوم في مشاكل بيني وبين أبويا. كل مرة يقولي انت لو ما سبتش الجيم ده واشتغلت شغلانة عدلة انا هطردك برا البيت. كنت بقول له يا ابويا الشغل ده الشغل الوحيد والحاجة الوحيدة اللي انا حبيتها، وانا مش شايف نفسي ان انا اقدر أأدي في اي حاجة تانية غير دي. قال له بس يا ابني انا مش هصرف عليك وعلى الاكل بتاعك، ومش هينفع ان انت كأنك مش موجود ومش بتساهم معانا في اي حاجة في البيت. كل مرة كان أبويا بيزعق معايا ونتخانق، ولكن كان بينزل على مفيش. لحد ما في يوم من الأيام جه علينا وأبويا خلاص كان جاب آخره معايا، زعقلي وكرشني من البيت و... وأمي فضلت تصوت وتعيط وتقوله طب الولا هيروح فين؟ قال لها ماليش فيه، مش هفتح له البيت ده تاني، ولا هيجي فيه إلا لو اشتغل شغلانة عدلة يقدر يصرف بيها على نفسه، وكمان يشارك معانا في مصروف البيت. لكن الوضع اللي هو فيه ده ما ينفعش خالص، وانا مستحيل اوافق عليه. وفعلا انكرشت من البيت وقعدت اكلم امي في التليفون واعيط لها ان انا عمري ما خرجت بره بيتنا، وبجد معرفش اروح فين. مثلا ماليش اصحاب اقدر ان انا اروح عندهم وابات معاهم وكل ده، وكل واحد بيبقى عنده اخت وبنت وما ينفعش ان انا اروح له طبعا. وغير كده احنا مش قريبين من بعض قوي، حتى قرايبنا كل واحد وعنده بنات. طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ كلمت امي وانا عماله اعيط واقول لها ينفع اللي ابويا بيعمله فيا ده؟ انا ما كانش ابويا هيستحملني. مين يفتح لي بيته واروح فين؟ اذا كان ابويا مش شايلني يبقى مين اللي هيشيلني؟ بس ورغم ان امي فعلا كانت متضايقة من ابويا اللي بيعمله معايا ده، بس طبعا ما قدرتش ان هي تساعدني في اي حاجة، لان ابويا زعق لها هي كمان وقالت لي بص يا محمود يا ابني، خد بعضك وروح عند عمتك. عمتك بتحبنا وكويسة وياما وقفت جنبنا، وانا كمان وقفت معاها بعد موت جوزها، وهي كويسة جدا معانا وبتحبك وبتعزك وبتعتبرك زي ابنها، لان هي ما خلفتش. فانت هتعمل ايه؟ ما باليد حيلة يا ابني، وانا هحاول اتكلم مع ابوك علشان يصالحك ويرجعك البيت تاني. وفعلا رحت لعمتي وانا نص الليل، وبصراحة كنت مكسوف جدا منها، وكنت زعلان ومتضايق من تصرفات ابويا معايا، اللي انا بالنسبة لي طبعا وقتها شايفها ملهاش اي مبرر. ايه المشكلة ان انا دخلي صغير وان انا بضطر اصرفه على حاجات تانية؟ وقفت قدام شقة عمتي وانا مكسوف جدا، وحطيت ايدي على الباب ومش قادرة اخبط، عمالة افكر في الف حاجة وحاجة. وفي النهاية عمتي فتحت لي الباب بعد ما خبطت عليها، واتفاجئت ان انا رايح لها في وقت متأخر، وكمان من غير تليفون ولا حاجة عكس ما هي متعودة مني. واول ما شفتها عيطت واشتكيت لها من تصرفات ابويا. قالت لي محمود مالك يا حبيبي في ايه؟ وايه اللي جايبك يا ابني متأخر كده؟ قلت لها يا عمتي انا ابويا كرشني ورماني في الشارع، ومش راضي ان هو لا ياكلني ولا يشربني في البيت ولا حتى ابات فيه. قالت لي طيب ليه يا محمود الموضوع وصل ما بينكم وما بين بعض كده؟ قلت لها بسبب موضوع الشغل. طب انا هعمل ايه؟ دي الشغلانة الوحيدة اللي انا شفت نفسي فيها وبشتغل، وما عنديش اي حاجة تانية اعملها في حياتي. انا بحب الجيم والجيم هو حياتي كلها. قالت لي بس برضو ابوك معاه حق، هو عايزك تبقى راجل، انت تفتح بيت ازاي وازاي هتتجوز؟ قلت لها يا عمتي موضوع الجواز ده هم تاني لوحده، ما اكيد طبعا انا نفسي الاقي بنت الحلال واقدر فعلا ان انا اتجوز وافتح بيت، واكيد مش عاجبني قعدتي كده لحد دلوقتي، لكن ما باليد حيلة، وانا بصراحة ظروفي ما تسمحش، ولو كان ينفع اشتغل شغل تاني كنت اشتغلت. قالت لي على العموم سيبك من الكلام ده دلوقتي، وقول لي انت اكلت ولا لا؟ قلت لها لا لسه ما اكلتش. وقامت حضرت لي الاكل، وكانت زعلانه جدا علشاني. وبعد ما اكلنا قعدت تدردش معايا من هنا ومن هنا،
وقعدنا نتكلم كتير جدا غصب عني، وانا عمالة اتكلم معاها في كل تفصيلة في حياتي وكل المشاكل اللي بيني وبين ابويا. حسيت بالقهر والظلم، وحسيت ان ابويا بيتجن عليا، وازاي يعني يكرشني بره البيت، وازاي ما خافش عليا من خروجي في الشارع. اعرف ابهات كتير بتخاف على اولادهم وبتخاف ان هم يتلموا على شخص مش كويس، او يعملوا شيء مش كويس. ولكن انا ابويا رميني في الشارع من غير ما يفكر انا ايه اللي ممكن يجرالي في الشارع، وايه اللي ممكن اعمله لو قابلني اي واحد ملوش لازمة وعلمني حاجة من الحاجات الكتير اللي بتعلمها الشباب دلوقتي. وغصبًا عني ما قدرتش أتملك نفسي ولا أمسك دموعي، وفضلت أعيط قدام عمتي اللي صعبت عليها جدًا، ولقيتها قربت عليا وحضنتني. ومعرفش ليه لما عمتي حضنتني ما حسيتش بإحساس الحنية اللي هو بتاع الأب والأم، حسيت بإحساس تاني خالص. عمتي مش كبيرة قوي، عندها 45 سنة، والحقيقة إن هي ست متفجرة الأنوثة، يعني في كامل جمالها، ما اتهنتش كتير، عمرها ما خلفت، وجسمها جميل جدا. وحسيت ساعتها بأحاسيس مختلفة وغريبة عليا، والأول مرة كانت فعلا واحدة ست بتقرب مني. وفي اللحظة دي نسيت أصلا إن دي عمتي، ونسيت إن أنا جاي هنا ليه وعشان خاطر إيه. ومفكرتش في أي حاجة غير إن أنا شاب وجوايا غريزة ربنا خلقني بيها، وفي حضني واحدة ست زي القمر. ولقيت نفسي من غير ما أحس وبتجاوز حدودي معاها، واتجاوبت معايا، وكانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي. لقيت عمتي متجاوبة معايا في كل حاجة، وكأننا حبيبين أو زوجين أو اتنين عشاق، مش واحد وعمته خالص. ومعرفش ازاي الموضوع اتطور ما بيننا للعلاقة الكاملة. وصحيت من النوم تاني يوم الصبح، ولقيت عمتي منهارة، وصحيت من النوم وانا اصلا مش مجمع لسه ايه اللي حصل امبارح. ولقيتها عمالة تزعقلي وتهني وتسبني وتقولي والله يا محمود لا انا قايلة لابوك، انت ازاي تعمل كده معايا؟ انت نسيت يا ابني ان انا عمتك؟ اللي حصل ده او اللي احنا عملناه ده حرام، واللي حصل ما بيننا ده يتهزله عرش الرحمن. انا مش هسكت وهفضحك وهقول للكل ايه اللي حصل ده يا محمود ما يتكررش تاني. كنت ببص لها ومستغرب جدا. انتي يا عمتي نسيتي ان انتي نفسك تجاوبتي معايا قبل مني، وان انتي نفسك كنت عايزة ده اكتر مني، والا ما كنتش سكتي. طب كنتي فين وقتها؟ ما ضربتنيش ليه ولا زعقتيلي؟ بصراحة كنت مستغربها جدا، وقلت واضح ان هي حست بندم، بس الحقيقة انا ما كانش عندي اي الاحساس ده. أي نعم كنت مستغرب ومتاخد شوية، بس ما كنتش ندمان ولا زعلان. لكن عمتي اللي كانت حاسة بالندم الشديد، وقعدت تتكلم معايا ان هي بقالها كتير جوزها ميت، ومع ذلك عمرها ما دخلت اي راجل في حياتها، وازاي تيجي مني انا؟ قالت لي بالحرف الواحد لو جت من حد غريب كانت هتبقى اهون ما تيجي منك انت. برضه ما رديتش عليها ولا كلمتها، وقلت لها انت عايزه يا عمتي ايه؟ اللي انت عايزاه مفيش مشاكل، بس انا مش همشي من هنا. قالت لي وانا مش عايزاك تمشي. وما بقيتش فاهم منها اي حاجه، هي عايزه الموضوع ده ولا لا، ولا ندمانه ولا زعلانه ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي جواها بصراحه لخف النت. رحت الشغل وعادي زي ما بروح، ورجعت بالليل ولقيتها برضو محضرة الأكل، وقعدنا وكلنا، ونفس اللي حصل اليوم اللي قبليه، إن الموضوع بتاع أبويا ده كان عامل لي زي عقدة نفسية. أنا نفسي ما كنتش فاهم نفسي، وما كنتش عارف أنا مالي. ومجرد ما كنت بقعد معاها واجي اتكلم على اي حاجة في حياتي او ندردش مع بعض من غير ما احس، كنت بالاقي نفسي بعيط، وهي قامت حضنتني برضو ونفس الموضوع. واضح ان عمتي هي كمان حبتني، وبقيت انا مهم بالنسبة لها. لكن هي كانت بتكابر وبتزعق وتهزق فيا، لان مش انا لوحدي اللي كملت في العلاقة. كانت ممكن عمتي تكرشني، بس ده ما حصلش. وكان ممكن ما تقعدش معايا ولا تتكلم معايا، بس برضو ده ما حصلش. والحقيقة ان الايام عدت ما بيننا ومرت واحنا زي ما احنا، انا بتعامل معاها وخلاص كأنها مراتي. واصبح الشيء اللي زعقت لي عليه مرتين تلاتة ورا بعض كل مرة كان بتتكرر تاني في اليوم اللي قبليها. بعد كده لقيتها بتقولي الحقيقة يا محمود ان انا بقيت بحبك، واتعودت على وجودك معايا، انت جسمك حلو وشكلك انيق، والحقيقة انا ما كنتش هلاقي حد زيك.
قلت لها وسألتها انتي ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي يا عمتي طالما انتي صغيرة في السن، وبصراحة انتي حلوة قوي وطالما انتي محتاجة الحاجة دي. قالت لي بصراحة معرفش، انا عمري ما فكرت في الجواز، وكنت يعني حتى لو كنت حاسة ان انا نفسي في الشيء ده فما كنتش بفكر فيه بجد ولا حصل كده غير لما شوفتك واتعاملت معاك وابتدت الحياة بان هي تتطور والعلاقة تتطور لحد ما عدى سنة بحالها. سنة بحالها وأنا عايش مع عمتي في نفس البيت وعلى سرير واحد. أبويا وأمي يعتبروا مش موجودين في حياتي إلا بمكالمة تليفون من أمي كل كام يوم علشان تطمن عليا، لحد ما جه اليوم اللي أبويا قرر يتنازل وإن هو يصالحني، وكلم عمتي في التليفون وقال لها ازيك يا نادية، أنا عايز محمود يجي بقى وكفاية عليك كده عقاب. قالت له عقاب؟ عقاب ايه ده؟ قال لها ما انا كنت معاقبة علشان موضوع الشغل. قالت له والله انت خير ما عملت، محمود من ساعة ما جه وهو مالي حياتي وانت عارف ان انا ما بخلفش، ومحمود دلوقتي زي ابني وانا عايشة وحيدة، خليه عايش معايا احسن. ولقيت ابويا بيقول لها على غير العادة بس انا عايز الولد يرجع البيت علشان وحشني. راحت عمتي مزعقاله وقالت له دلوقتي بقى وحشك؟ ولما رميته في الشارع وما دورتش هو هيروح فين ولا هيعمل ايه ما كانش وحشك برضه ساعتها؟ على العموم انا مش هتنازل عنه، هو عايش معايا دلوقتي بدل ما يخش عليا حرامي ولا حد من الجيران يعمل معايا مشكلة ولا حاجة. محمود دلوقتي راجلي وسندي، وبصراحة هو مش مخليني عايزة حاجة، وانا خلاص اتعودت على وجوده. ابنك بقاله سنة هنا عندي في البيت، عايز نسيبه لمين؟ مستحيل. ابويا قعد من هنا لهنا يهديكي يرضيكي، وامي كمان تقول لها انا عايزه ابني يرجع، وعمتي صراحه مرضيتش ابدا وكانت بتتكلم معاهم بمنتهى العصبيه